ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتعلم نعمل مع بعض أستيك الساعة. في أكتر من طريقة لأن احنا نفك بيها الأستيك بتاع الساعة. بتختلف من ساعة للتانية. الساعة دي طريقة الفك بتاعها ان احنا كنا محتاجين حاجة زي المفك كده عشان نفك بيها المسمار. هي عبارة عن مسمار، والناحية التانية صامولة أو شبه الصامولة يعني، فبيركبوا في بعض. فهنفك المسمار بأي حاجة حادة أو بأي حاجة زي المفك يعني العادي. تمام، وكده فكينا المسمار. نفك برضو الناحية التانية بنفس الطريقة. تمام كده فكينا المسمار من الناحيتين. هنبتدي ان احنا ناخد الباترون بتاعنا، الباترون اللي هو المقاسات. خدنا المقاسات بتاعتنا، هنبتدي ان احنا نعلم المقاسات دي على الجلد الطبيعي. طبعا زي ما احنا عارفين احنا بنعلم على الجلد الطبيعي في الظهر، ممكن نعلم بقلم ازرق او بقلم العلامة. لكن طالما في الظهر كده كده مش مشكلة، ممكن نعلم بالقلم الازرق لو مش هيبان معانا القلم في الحتة دي. تمام، قطعنا الباترون بتاعنا او المقاسات بتاعتنا. نبتدي ان احنا نفرد الكلة او المادة بتاعة اللصق. ممكن ان احنا نحط كلة حمرا او كلة بيضة، الاتنين موجودين، ممكن نلاقيهم عند اي موان. الكلة الحمرا دي اللي هي الغراء السريع، موجود اسمه الشعلة. والكلة البيضة برضو هنلاقيها في باب الشعرية. اهم حاجة ان احنا نفرد الكلة بشكل متساوي، ما تبقاش مكلكعة في حتت وقليلة في حتت، تكون متساوية في القطعة بتاعتنا كلها. وهنفرد الكلة هنا برضو على ظهر الجلد عشان نلزق القطعة في القطعة التانية. لان زي ما احنا عارفين الستيك ممكن يكون قطعتين فيكون سميك، او قطعة واحدة على حسب نوعية الجلد اللي انا بستخدمه. بعد كده بجيب قطعة جلد سميكة شوية وبعملها عشان تكون حشو للستيك بتاعي. ابتديت ان انا الزق القطعة دي ما بين القطعتين الجلد اللي انا هلزقهم في بعض، فبحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تعمل معايا الشكل اللي احنا هنشوفه في الفيديو قدام. نبتدي ان احنا نخربش الجلد من الظهر عشان نحط كلة ويمسك معانا الكلة، انها تمسك في الجلد ما تبقاش تتزحلق يعني وما تمسكش كويس. خربشنا الجلد، هنحط بعد كده الكلة ونلزق الطبقتين في بعض بالشكل ده. ونجيب الكتر بتاعنا ونقطع عند بداية الأخرام اللي احنا أو الخرم اللي احنا حاطينه اللي هيركب فيه الأستيك. وبعد كده نجيب قطعة العاج بتاعتنا أو العظم ونحدد الحشو اللي احنا كنا عاملينه. نحدد كويس جدا زي ما احنا شايفين بالفيديو. طبعا الفيديو متسرع علشان الكلام ده بياخد وقت كتير. هنقطع بالكتر على الخط الخارجي بتاعنا ونكمل الحشو زي ما احنا شايفين في الفيديو. نضغط كويس جدا 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 لحد ما الشكل يكون افضل شكل احنا شايفينه. وبعد كده نقطع بالكتر ونساوي الاطراف بتاعتنا. نتأكد ان الاطراف كلها كويسة ونلزق القطعة التانية ونعمل نفس الخطوات بتاعتنا هي. وبرضو هنقطع الحرف بتاعنا الزيادة اللي من تحت. هنبتدي ان احنا نتني الجلدة بحيث ان هي تكون واخدة الشيب بتاع الايد او الشكل الخارجي اللي هو شبه حرف اليو. هنشيل الحرف بالجابانيز نايف بتاعنا بحيث ان احنا نحف الحرف يعني نخليه رقيق علشان لما يتخيط ما يبقاش سميك على الايد. هنعمل الكلام ده في الناحيتين. تمام اوكي. نلزق الطرف زي ما احنا شايفين كده ونبتدي ان احنا نقفل
القطعتين بالشكل ده، نلزق كويس ونقطع الزيادة لو في اي زيادة. نبتدي ان احنا نصنفر الحرف علشان نعمل الفينش الحرف بتاعنا. ممكن نصنفر لو مش عندنا دريمل نصنفر بالصنفرة العادية خالص. هنصنفر صنفرة خشنة الأول، لو ما عندناش دريمل نصنفر صنفرة خشنة، وبعد كده هنصنفر بالصنفرة الناعمة اللي هي الدوكو لحد ما نوصل للصنفرة الأنعم خالص اللي هي صنفرة الدوكو. أهم حاجة إن أنا أطول بالي في الفترة بتاعة الصنفرة دي، علشان ممكن الفترة دي تطول معايا جدا على حسب الدرجة اللي أنا عايز أوصلها في الفينش بتاع الحرف بتاعي. ممكن لو في إمكانية إن أنا عندي مكنة الحرق أنعم الحرف شوية وأنا شغال، وبعد كده أرجع أصنفر تاني بالصنفرة الناعمة اللي هي صنفرة الدوكو. لو محتاج إن أنا أعيد الخطوات من جديد مفيش أي مشكلة، برجع وأعيد الخطوات من جديد إذا كان الصنفرة الخشنة أو الناعمة. كده نقدر نقول ان احنا خلصنا الصنفرة. ممكن الخطوة اللي بعد كده تكون ان احنا يكون معانا العظمة بتاعة التنعيم او الخشبة بتاعة التنعيم والتكنول اللي احنا بنفنش بيه الحرف. هنحط التكنول، نحط طبقة خفيفة خالص زي ما احنا شايفين، وبعد كده نبتدي ان احنا نشتغل بالعظمة بتاعتنا او الخشبة بتاعة التنعيم لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا شايفين ان هي مرضية برضو بالنسبة لنا. ممكن نرجع نعيد تاني بمكنة الحرق ونرجع تاني بالتكنول لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا شايفين ان هي افضل حاجة. ممكن كمان ان احنا نستخدم صبغة الحرف الايطالي او العادية بان احنا ندي الطبقة اللي احنا شايفينها دي. طبعا يفضل لو احنا هنستخدم الفينش بتاع الحرف من الاول نبقى احنا نوفر على نفسنا الخطوة بتاعة التكنول والمكنة بتاعة الحرق والكلام ده كله، ولكن انا حبيت اشوف الدرجة دي والدرجة دي واستقريت في الاخر على الصبغة بتاعة الحرف، شكلها كان افضل بالنسبة لي. وممكن نشوف مع بعض في فيديو تاني طريقة فينش الحرف بالتكنول فقط، كان برضو شكلها كويس جدا. بعد كده نبتدي ان احنا نعمل الحزام اللي بيخش فيه الاستيك، وده الشكل النهائي. نبتدي ان احنا نركب المسمار بتاعنا او الاستيك السوستة، يعني على حسب زي ما قلنا في اول الفيديو على حسب الساعة بتاعتنا. طبعا ممكن نضيف اي تقنية من تقنيات الجلود اللي متعلمينها مع بعض برضو على الشانل عندنا، زي تقنية الحرق او تقنية الضغط. لكن بالنسبة للاستيك اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا فهو جلد بول اب، فممكن نستخدم عليه تقنية الحرق، لكن مش هيقبل ضغط، لان زي ما احنا عارفين الضغط ليه جلود اخرى نستخدم عليها تقنية الضغط. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. في انتظار اي تعليقات ليكم او اي استفسارات، اتمنى تكونوا استفدتم، وشكرا. باي باي.